السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في درس جديد. واش عمرك دخلتي صفقات كثيره بعضها مشات في الربح وبعضها مشات في الخساره، ولكن في الاخير بقيتي حاس براسك ما فاهمش السوق؟ وبغيت نسولك، واش عمرك حسيتي بان السوق كيتحرك وانت تابعه؟ اليوم ما جيش نعطيك استراتيجيه جديده وما جيش نبيع لك الوهم. اليوم غادي نشارك معك فريم ورك اللي بدل لي طريقه التفكير وخلاني نركز غير على حركه واحده واتجاه واحد. الا بقيتي معايا حتى الاخير غادي تفهم علاش ما خاصكش تدخل بزاف ديال الصفقات وفين كيبدا الفهم الحقيقي ديال السوق وكيفاش تخدم بطريقه هادئه ومنظمه وبلا عشوائيه. قبل ما نبداو، الا باغي تتعلم تريدينغ بطريقه صحيحه وبلا عشوائيه، اشترك في القناه، دير لايك الا عجبك الفيديو، ودخل الكوميونيتي في التليجرام. كل شيء مجاني 100%. غادي تلقى تحليلات، غادي تلقى الشرح ونقاش مع الناس بحالك اللي باغيين يطوروا ريوسهم وباغيين يتعلموا. دابا شنو خاصك دير؟ غتوجد كويس ديال القهوه، نتلاقاو من وراء الانترو باذن الله. دابا ان شاء الله غادي تفهم شنو هو وان موف وان ديريكشن وعلاش هذا السيستم عطيته هذا الاسم. وان موف وان ديريكشن ماشي استراتيجي، هو تريدينغ فريم ورك اللي كيعاونك تفهم السوق من الفوق، تفهمه من المونتلي ويكلي والدايلي، وكيعاونك تفلتري الفرص اللي يبانوا لك واضحين وتدخل غير من الاتجاه يكون واضح. الا ما كانش الاتجاه واضح ما كيكونش الدخول. ما كنقلبوش على كثره الصفقات وسكالبينغ عشوائي والدخول من 5 دقائق بلا سياق. مثلا دخل ل5 دقائق وتقلب على الدخول ديالك بلا ما تعرف الاتجاه الحقيقي وتشوف الفريمات اللي كبارين، تشوف مثلا المونتلي ويكلي الدايلي و4 ساعات. كنقلبوا على حركه واضحه في السوق واتجاه يكون واضح مزيان وانتري تكون نظيفه وبريسك قليل. دابا فهمتوا اشنا هي السيستم اللي غادي نخدموا عليها وفهمتوا علاش كنعطيها هذا الاسم ديال وان موف وان ديريكشن. دابا ان شاء الله غادي تعرفوا المتطلبات الاساسيه باش تقدر تخدم بهذا السيستم. باش تفهم فريم ورك خاصك تكون فاهم هذه الاساسيات. اول واحد فيهم اللي هو ماكرو كونتكست، وكاين في الليفل الرابع ديال هذه القناه، وهذا المستوى راه شرحته من قبل بالتفاصيل وكنستعملوها هنا باش يعطينا الفايس واضح للسوق. كنعتمدوا على سيزوناليتي، كنعتمدوا على سي او تي، وكنعتمدوا على الدولار كونتكست باش نشوفوا الدي اكس واي شنو داير، ونشوفوا ريكس اوف وريسك اون. واحد الحاجه خاصك تعرفها مزيان، الماكرو ماشي باش تاخذ الدخول ديالك وتدخل الصفقه ديالك، ولكن باش نعرفوا واش نقلبوا على لونغ ولا شورت ولا ستي اوت. وثاني حاجه اللي هي اي بي اي رينج و بي دي اي ماتريكس اللي خاصنا نشوفوا هنا، اللي هو دايلي رينج ويكلي المونتلي، ونشوفوا بريميوم وديسكاونت وبري ريسك، بحال مثلا فاليو فاليو جاب، اوردر بلوك، ليكويديتي، ريجكشن بلوك، هذوك المناطق كاملين. وواحد الحاجه اللي خاصك تعرفها مزيان، السوق ما كيتحركش عشوائيا، كيتحرك داخل الرينج، وهذا الشيء كامل راه شفناه في المستويات اللي قبل. دخل القناه وتفرج وفهم وطبق. دابا غنمشيو لثالث حاجه اللي هي ماركت موديل. اللي خاصك تفهم في ماركت موديل كاينين عندنا 3 الحوايج اللي خاصك تفهمهم مزيان. فيس شرحتهم في بوزيشن وشرحتهم في السوينغ، اللي هو اكسبانشن، ريتريسمنت و ري اكسبانشن. ما كنقلبوش على القاع ولا القمه، كنقلبوا على المرحله الصحيحه ديال السوق، نعرفوا ريوسنا فين كاينين وديك الساعه كناخذوا الدخول ديالنا وعارفين شنو كنديروا. ورابع حاجه اللي خاصك تعرف اللي هي بي او 3 في المونتلي ويكلي والدايلي. اشنو خاصنا نشوفوا؟ خاصنا نشوفوا واش حنا كاينين اكيميوليشن ولا مانيبيوليشن ولا ديستريبيوشن. واحد الحاجه اللي خاصك عاوتاني تفهمها مزيان اللي هي الكبير كيسبق الصغير دائما. هذه حطها في راسك وقيدها عندك ومن بعد راه غادي نشرحوها. وخامس حاجه اللي هي داي اوف ذا ويك لوجيك، اللي عندنا المانداي وعندنا تيوزداي وعندنا وينزداي وعندنا ثيرزداي وفرايداي. في المانداي راه كيكون عندنا الكونتكست، في تيوزداي كيكون الاكسبانشن، وفي وينزداي كيكمل الاتجاه ديالو، وثيرزداي كيكونوا تارجيتس ديالنا باش نقدروا ناخذوا الارباح ديالنا، وفرايداي اللي هو اخر حاجه كيكون فيه مانيبيوليشن وكيكون الكلوز ديال الويكلي ديال السيمانه اللي انت كاين فيها.
وسادس حاجه عندنا اللي هو الفيبوناتشي ديالنا اكستنشن اللي كيبين لنا الاتجاه ديال السيمانات. كنحطوه من نهار الاثنين حتى نهار الثلاثاء وكيعطينا الاتجاه الحقيقي وكيعطينا تارجيت فين نقدروا نحطوهم. وسابع حاجه عندنا اللي هي كيلزون و تايم اللي خاصك تدخل فيه، واش غادي تدخل في لندن ولا نيويورك، او كيلزون هو الوقت اللي خاصك تدخل فيه. ونشوفوا الانتري ديالنا فين خاصها تكون. مع الانتري هي اللي كتعطينا النتيجه واش غادي نمشيو ستوب لوس ولا غادي نمشيو تيك بروفيت. واخر حاجه اللي هي انتراداي كونسيبت كيعطينا بريك اوف ستراكشر وكيعطينا ديسبليسمنت اس ام تي وانتري مودلز. هاد المفاهيم كنستعملوهم باش نزيدوا الدقه ديال الدخول ديالنا، والتفاصيل اكثر الشرح غادي نهضروا عليه ان شاء الله في المستويات الجايه باذن الله. غادي نهضر لكم على انتراداي وجدوا راسكم راه جايين مستويات اللي واعرين. دابا فهمتوا اشنا هما الاساسيات اللي خاصكم تخدموا بهم باش تقدروا تخدموا بهذا السيستم. ودابا شنو غادي نديروا ان شاء الله؟ هادشي كامل اللي شفتو هنا غادي نخدموه في البراكتيك. غنديروا واحد استراتيجي، ما بغيتش نسميها استراتيجي نخليوها في سيستم. غنخدموا هذا السيستم كامل من رقم 1 حتى رقم 8. دابا ان شاء الله بغيتك تركز معايا مزيان. ما غنديروا المنهج كامل خطوه بخطوه، وغنبداو بالستيب الاولانيه ديالنا اللي هي الماكرو. غنشوفوا سيزوناليتي، غنشوفوا السي او تي، وغنشوفوا الدولار كيف غادي، واش غادي بوليش ولا باريش. اول حاجه غنديروا اللي هو سيزوناليتي، غنشوفوا الموسمي. انا مثلا بغيت ندير تحليل على شهر اكتوبر اللي هو شهر 10، بغيت نشوف واش انا غادي بوليش ولا باريش. هنا كيف لاحظتوا في الدولار اشنو مبين لينا؟ الدولار مبين لينا بلي كاين واحد التصحيح هنا صغير، ولكن الاتجاه الحقيقي ديالو راه غادي بوليش في 20 سنه، في 15 سنه، وحتى في 10 سنوات، ولا درنا 5 سنوات حتى هو بوليش. دابا عرفنا بلي الدولار غادي بوليش. اشنو غادي ندير؟ غنشوف مثلا الباوند. انا بغيت ندير التحليل الباوند وبغيت ناخذ الدخول ديالي في الباوند. غنشوفوا الباوند واش غادي بوليش ولا باريش. غنحيدوا مثلا هذه ديال عامين وديال 5 سنين ونخليو هادشي شويه نقي. اكتوبر اشنو عاطيني؟ اكتوبر عاطيني الموسميه شنو مبينه ليا؟ مبينه ليا باللي غاديه باريش. الا شفتوا 20 سنه غادي باريش، 15 سنه غادي باريش، و10 سنوات حتى هو غادي باريش. هي في الموسميه اشنو شفنا باللي الدولار غادي بوليش في شهر اكتوبر، ولكن الباوند غادي العكس ديالو، غادي باريش. اوكي، دابا شنو غنديروا؟ غنمشيو للسي او تي وغنتاكدوا وناخذوا التاكيد ديالنا في السي او تي. كيف تلاحظوا هنا انا شنو خديت السندات ديال 10 سنوات. اللي ما عارفش علاش كناخذ السندات وما كناخذش الدولار، راه فايت شرح علاش كناخذ السندات ديال 10 سنوات وما كناخذش الدولار. اللي بغى يفهم السي او تي مزيان شنو غيدير؟ غيدخل القناه وغيمشي للمستوى الرابع وغيقلب على الفيديو ديال السي او تي وغيفهم مزيان. في السي او تي غنشوفوا شهر 10 بالضبط اشنو مبينه لينا السندات. في شهر 10 شهر 10 هو هذا اللي هو اكتوبر. هنا كي غادي باريش في شهر 10، ولكن هنا شنو بدا يدير؟ بدا كياخذ الطلوع ديالو. هنا شنو مبين لينا باللي السي او تي غادي في الطلوع. كاين في المنطقه ديالاش ديال بريميوم، هي السندات ديال 10 سنوات. شنو مبينه لينا باللي المؤسسات هنا شنو كيديروا؟ كيأكوموليو الفلوس، كيجمعوا الفلوس ديالهم في هذه المناطق باش ياخذوا الاتجاه الحقيقي. هنا الا لاحظتوا السندات عطاتنا باللي حنا غاديين في الشورت، واخا كتشوف الطلوع كامل، ولكن مبينه لينا باللي حنا غاديين في الشورت وحنا غادي نمشيو مع داك الشيء اللي كيشوفوا عينينا. دابا غنمشيو للباوند. الباوند هو هذا، وغنمشيو فين؟ غنمشيو لشهر 10 بالضبط. هذا كامل شهر 10 بدا في هذه المنطقه بالضبط. هنا كاين في الشورت، وهنا فين كاين في منطقه ديالاش؟ كاين في منطقه ديال اللونغ. اشنو عطينا السي او تي؟ السي او تي مبين لينا باللي المؤسسات داخلين في اللونغ. فين؟ في الباوند. دابا عرفنا الموسميه وعرفنا السي او تي والاوبن انترست كيبان لينا في هذه المنطقه غادي بقوه. هي شنو كيبين ليا باللي الاتجاه الحقيقي راه هو باريش. اوكي، دابا شنو غنديروا؟ غنمشيو نشوفوا الدولار كي غادي، واش غادي بوليش ولا غادي باريش. هنا كيف تلاحظوا حنا كاينين في دي اكس واي وبغينا نشوفوا الاتجاه ديالنا. حنا شنو بغينا نديروا التحليل لشهر اكتوبر، ولكن حنا ما عارفين شهر اكتوبر واش غادي بوليش ولا باريش. اشنو خصنا نشوفوا؟ خاصنا نشوفوا الشهر اللي قبل منه واش كان غادي بوليش ولا كان غادي باريش. غناخذوا السهم ديالنا ونشوفوا واش كيدير كسر
الستراكشر ولا ما كيديروش. هنا عطانا السوينغ الاولى وعطانا السوينغ الثانيه. هنا شنو مبين لنا باللي راه غادي بوليش. عطانا السوينغ الاولى يعني هي هذه، والسوينغ الثانيه هي هذه. هي الاتجاه ديالي لحد الساعه شنو كيبان بوليش. في حاله ما دارش كسر لهاد المنطقه انا شنو غنقلب في الدولار؟ غادي نقلب على الباي. دي اكس واي غادي نقلبوا على الباي. دابا سالينا ستيب الاولاني وغادي تسول راسك واحد السؤال قبل ما تكمل في ستيب الثاني اللي هي واش حنا غاديين في اللونغ ولا في الشورت ولا ستي اوت. ولكن اللي كيبان لينا حنا شفنا الموسميه، شفنا السي او تي وشفنا الدولار. الموسميه والسي او تي غاديين مع بعضهم. كيف شفنا في الموسميه هنا شنو مبين لينا؟ الباوند غادي باريش في اكتوبر. وهنا الى لاحظتوا في شهر اكتوبر في باوند كي غادي باريش تقريبا من البدايه ديال شهر 10 في هذه المنطقه بالضبط حتى تقريبا اخر نهار ديال شهر 10 شهر اكتوبر غادي باريش. من بعد في شهر 11 بدا ياخذ الطلوع ديالو. هي السي او تي والموسميه مبينين لينا بلي حنا غاديين باريش. والسندات ديال 10 سنوات كيف لاحظتوا هنا حتى هي غادا باريش في هذه المنطقه. بدات كتاخذ شي طلوع ولكن 100% غيكون اكيميوليشن باش يكملوا الاتجاه الحقيقي ديالهم مثلا في شهر 11 وشهر 12. دابا كيف تلاحظوا حنا كاينين جي بي بي يو اس تي وغنديروا الاناليز ديالنا. وفي الخطوه الثانيه ديالنا اشنو خصنا نشوفوا؟ خصنا نشوفوا المونثلي ويكلي، نشوفوا اللوس والهايس او بي اوف 3 والاتجاه العام ديالنا. اول حاجه اللي غادي ندير غنمشيو للمونثلي. في المونثلي شنو غنديروا؟ غنحطوا الهاي ديال اخر 6 اشهر واللو ديال اخر 6 اشهر. عندنا الشهر الاولاني ديالنا اللي هو هذا، ثاني ثالث الرابع الخامس والسادس. الهاي غيكون هو هذا واللو غيكون هو هذا. نماركيه لكم باش يبان لكم مزيان. الهاي غادي نحطوه في هاد المنطقه ونكتبوا ليه هاي ديال اخر 6 اشهر، وهنا اللو ديالنا غيكون هو هذا وغنكتبوا ليه اللو ديال اخر 6 اشهر. دابا حطينا اللو وحطينا الهاي ديال اخر 6 اشهر. ممكن تحط الهاي واللو ديال الشهر اللي انت كاين فيه، مثلا شهر 9 اللي هو هذا. نديروه على الطريقه ونكتبوا، ما كاين حتى شي مشكل. نديروه في هذه البلاصه ونكتبوا ليه الهاي، وهذا غيكون هو اللو ديالنا حتى هو نحطوه على الطريقه. دابا حطينا في المونثلي حطينا الهايس وحطينا اللوس. دابا شنو نديروا؟ غنمشيو للويكلي. وفي الويكلي شنو خصنا نشوفوا؟ خاصنا نشوفوا الاتجاه ديالنا واش حنا غاديين بوليش ولا باريش. غناخذوا السهم ديالنا كيف ديما وغنبداو من هنا مثلا حتى لهاد البلاصه بالضبط، ونطلعوا مثلا لهنا ونهبطوا بهذه الطريقه. وهنا كيف كنشوفوا عندنا السوينغ الاولانيه ديال المونثلي والسوينغ الثانيه. السوينغ الثالثه مازال ما تكوناتش ولكن مبين لينا باللي كاين واحد الفوليم في باريش. دابا شنو غنديروا؟ غنحطوا الهاي ولو ديال السيمانه ديال الويكلي ديال السيمانه اللي انت كاين فيها. اخر سيمانه كتبان لينا هنا هي هاد الشنا. غنحطوا الهاي واللو ديالها على هاد الطريقه مثلا ونكتبوا ليه الهاي بحال هكا ونكتبوا اللو على هاد الطريقه حتى هو نرسموه هنا بالضبط. كيف شفتوا في المونثلي ويكلي حطينا الهايس واللوس وشفنا الاتجاه ديالنا. الاتجاه حنا غادي باريش لحد الساعه. دابا شنو غادي نمشيو للستيب الثالث ديالنا. دابا في الخطوه الثالثه ديالنا حنا كاينين في الدايلي. في الدايلي شنو غنديروا؟ اول حاجه غنديروا غنشوفوا اي بي دي اي رينج، نشوفوا الرانج اللي حنا كاينين فيه. وثاني حاجه نشوفوا واش حنا كاينين الديسكاونت ولا بريميوم، ونحطوا المناطق ديالنا ديال الدخول ديال الدايلي. علاش؟ باش نعرفوا السعر دابا فين كاين، الثمن فين كاين. اول حاجه غندير غنحط الانديكاتور ديالي اللي كيبين لي الرانج اللي انا كاين فيه. والرانج اللي كاين فيه ولا نصغر هادشي على طريقه باش يبان مزيان. الرانج اللي انا كاين فيه هو هذا بالضبط. غادي نرسم اليامات ديالي اخر 20 يوم و40 و60. هنا عندنا 20 هو هذا ما غاديش نحطها، ولكن 40 كاينه في هذه المنطقه بالضبط. غادي نحطوها وغادي نكتبوا ليه لو ديال 40 يوم. وهنا عندنا لو ديال 60 يوم في هذه المنطقه بالضبط، وغنكتبوها بحال هكا لو ديالاش ديال 60 يوم. والهاي عندنا هذا الهاي اللي مجموع فيه الهاي ديال 20 و40 و60 حتى هو راه كاين في هذه المنطقه بالضبط. دابا شنو غادي ندير؟ غنحط الفيبوناتشي ديالي ديال ديسكاونت وبريميوم غنحطو في الرانج ديال 60 يوم وديال 40 يوم باش يبان لي داكشي مزيان ونعرف راسي فين كاين انا دابا حاليا. غتشد
الفيبوناتشي ديالك بريميوم والديسكاونت، والرانج ديال 60 يوم هو هذا بالضبط. مثلا بلات كاين في هذه المنطقه، هذا هو الرانج ديالاش ديال 60 يوم. وغنشوفوا الرانج ديال 40 يوم بدا من هذه المنطقه حتى لهذه المنطقه بالضبط. والا بغيتي تماركي ديال 20 يوم، ديال 20 يوم بدا من هنا تقريبا وسال تقريبا في هذه المنطقه بالضبط. دابا عندنا الرانج ديال 60 ديال 40 وديال 20. اوكي، دابا غادي نشوفوا المناطق ديالنا ديال الدخول اللي ممكن ناخذوا منهم الدخول ديالنا. غنحيد هذا الانديكاتور باش ما يبرزطناش ونكملوا الخدمه ديالنا. اول منطقه كتبان ليا كاين عندنا هذا الريجكشن بلوك في هذه المنطقه اللي هو هذا. غديروا على هذه الطريقه وغادي نكتبوا ليه الريجكشن بلوك فين كاين في الدايلي. اوكي، وغنشوفوا مناطق وحدين اخرين اللي كيبانوا لينا مزيان. هنا عندك واحد الويك اللي حتى هي منطقه مزيانه كاينه في الدايلي، هذه منطقه اللي مزيانه وغنحطوا على الطريقه ونكتبوا ليها الويك ديالاش ديال الدايلي. وهنا عندك منطقه ديال الريجكشن بلوك، بعد نكبروا لك باش يبان لك مزيان. هذه منطقه ديالاش ديال الريجكشن بلوك فين في الدايلي. غنحطوا على هذه الطريقه ونكتبوا ليها الريجكشن بلوك فين في الدايلي. دابا حطينا ثلاثه المناطق ديالنا. عندك الريجكشن بلوك اللي هو هذا، عندك هذا الهاي حتى هي راه كتسمى منطقه، وهنا عندك الهاي ديال ويكلي حتى هي منطقه حتى هي ممكن تاخذها كدخول، وعندك الريجكشن بلوك ديال الدايلي ويك ديال الدايلي، وعندك هاد اللو اللي كاين في هذه المنطقه. ونشوف واش كاينه شي منطقه واحده اخرى. هذه المنطقه تقدر تاخذها كمنطقه ديال الريجكشن بلوك. هاد جوج شمات على هاد الطريقه وتكتب ليهم الريجكشن بلوك ديال الدايلي. دابا في الدايلي حطينا المناطق ديالنا ديال الدخول اللي باينين لينا مزيان. دابا شنو غادي نديرو؟ غنمشيو للخطوه الرابعه ديالنا. دابا في الخطوه الرابعه ديالنا غنديرو جوج حاجات اللي ضروري. اول حاجه اللي هي الريفاينمنت، غادي ناخذوا التاكيد ديالنا في 4 ساعات. وثاني حاجه غنشوفوا البريريش اللي كاينين داخل بريميوم وداخل الديسكاونت. اول حاجه اللي غادي ندير، غادي نحط الفيبوناتشي ديالي ديالاش ديال بريميوم والديسكاونت في الرانج اللي كيبان لي مزيان. عندنا هنا واحد الهاي غادي ناخذها لي هي هذه، ولو اللي هو هذا. اوكي، هذه هي اول حاجه درتها هاد الخطوه. دابا شنو غادي ندير؟ غنحط المناطق ديالي ديال الدخول اللي كيبانوا مزيان. غنشوفوا المناطق اللي كيبانوا مزيان ولا تكبر هادشي على هاد الطريقه. وهنا غيبانوا لينا المناطق ديالنا. هنا كاين عندك واحد الاوردر بلوك اللي هو هذا، غادي نكبر باش تشوفوا مزيان. هنا دار كسره في هاد المنطقه. كاينه هاد الشمعه تقدر تاخذها كاوردر بلوك، ولا تاخذ هاد الشمعه اللي خضراء وتاخذ هاد الشمعه، تاخذ هاد جوج شمعات باش يبان لك الاوردر بلوك ديالك مزيان. بلا تنسى غير هادشي بحال هكا، ونكبروا الاوردر بلوك ديالنا على هاد الطريقه. وغادي نكتبوا ليه اوردر بلوك ديالاش ديال 4 ساعات. اوكي، وغنشوفوا شي منطقه واحده اخرى. هنا عندك ريجكشن بلوك في هذه المنطقه، ولكن انا غناخذ هذا الريجكشن بلوك اللي كيبان مزيان، واخا بعيد وصعيب الثمن يوصل ليه، ولكن غنحطو كمنطقه في حاله الثمن وصل لهذه المنطقه ممكن ناخذ الدخول ديالي في هذه البلاصه بالضبط. هنا عندي المنطقه ديالي اللي هي دي، ونكتبوا لها ريجكشن بلوك ديالاش ديال 4 ساعات. هنا عندي هاد المناطق اللي بانوا لي مزيان. علاش؟ كاينين في المنطقه ديال بريميوم، الا لاحظتوا كاينين في الرانج ديال 20 يوم، وفي الرانج ديال 40 يوم، والرانج ديال 60 يوم اللي هو هذا. كاينين في المنطقه ديالاش ديال بريميوم. هاد المناطق شنو كاينين كونفلونس. علاش كونفلونس؟ كاين عندنا الهاي ديال الويكلي، كاين عندنا الريجكشن بلوك ديال الدايلي، وعندنا الاوردر بلوك ديال 4 ساعات، وعندنا حتى الويك ديال الدايلي حتى هي منطقه اللي مزيانه. دابا الصوره انت كتبان لينا مزيان وكيبان لينا القرار ديالنا واش غناخذوا الباي ولا ناخذوا الشورت. وكيف لاحظتوا الموسميه والسيوتي كلنا باللي ما غاديين في الشورت. وكيف لاحظتوا هنا، الا لاحظتوا البرايس اشنو مبين لنا باللي حنا كاينين في منطقه ديال بريميوم، حنا غاديين باريش. الا لاحظتوا هنا كاين كسر، هنا كاين كسر، هنا كاين كسر، ومبين لنا باللي حنا غاديين اتجاه باريش بقوه. غادي نحطوا الانديكاتور ديالنا اللي فايت شرحه اللي هو ويليامز غنحطو غير كتاكيد زايد، ماشي ضروري تحطو ولكن يقدر يفيدك. غادي نحطو هنا. وهنا الا لاحظتوا الانديكاتور ديالنا ديال ويليامز فين كاين فوق 50%. شنو مبين ليا؟ مبين ليا بلي الاتجاه ديالي غادي يباريش. كيقول لي بلي راه ممكن
الثمن يهبط. ولكن ملي تشوف الانديكاتور ديالك في هذه المنطقه ماشي تجي وتحط ليا اوردر ديالك في هذه المنطقه مثلا وتحط ليا ستوب لوس في هذه المنطقه وتقول لي تيك بروفيت بغيتي تحطو هنا. لا، خاصك ضروري تشوف السي او تي، تشوف الاوبن انترست، تشوف الموسميه، تقلب اشنو كاين خارج الشرط وداخل الشرط، نشوفوا المناطق ديالنا ديال الدخول اللي ضروريين، وديك الساعه كتاخذ الدخول ديالك. حنا دابا شنو نديرو؟ غنمشيو للخطوه الخامسه ديالنا. دابا في الخطوه الخامسه ديالنا اشنو غادي نديرو؟ غناخذوا الدخول ديالنا، غنشوفوا انتري موديل وغنشوفوا شحال خاصنا الريسكي، وعلى الاقل نقلبوا على 3 ار والريسك يكون محسوب، كل شيء يكون محسوب باذن الله. حنا كاينين في الفريم ديال الساعه ونخليو الثمن يتحرك لهاد المناطق ونشوفوا واش غيعطينا شي تاكيد. كيف لاحظتوا الانديكاتور ديالنا قبل ما نكملوا السيستم ديالنا، اشنو كنت قلت لكم في الفيديو اللي كنت فايت شرح فيه الانديكاتور ديال ويليامز؟ قلت لكم باللي الانديكاتور ديال ويليامز في الفريم ديال الساعه وديال 15 دقيقه او 5 دقائق كيبدا يكون فيه تلاعبات. شنو لاحظتي؟ بدا يعطينا صداع من بين لينا واش حنا كاينين فوق ال50 ولا تحت ال50. داكشي علاش كننصحك تحاول تخدموا اما في الدايلي اما في 4 ساعات. دابا شنو غندير؟ انا نحيد الانديكاتور باش نخلي شويه الشرط ينقي، وغادي نشوفوا هاد التريد اللي كنت حطيت واش غادي تحترم ولا ما غاديش تحترم. واحد 90% ولا 100% راه ما غاديش تحترم. علاش؟ داخلين في منطقه عشوائيه، غير شفنا واحد الانديكاتور وخدينا الدخول ديالنا. داكشي علاش انا ما كنبغيش ناخذ الدخول ديالي على حسب الانديكاتور. علاش؟ الانديكاتورز ديما كيكونوا شويه معطلين ولا كيسبقوا الدخول. غنخليو الثمن يتحرك ونشوف شنو غيدير. شنو دار؟ خدينا ستوب لوس ديالنا كليناه وغادي تمشي في حالاتك وانت فرحان. علاش؟ دخلتي في منطقه عشوائيه، شفتي غير الانديكاتور ديال ويليامز وقلتي باللي السي او تي راه كاين في منطقه ديال شورت، وشفتي الموسميه، ولكن ضروري خاصنا نشوفوا المناطق ديالنا ديال الدخول وندخلوا بكونفيرماسيون، ماشي تدخل مع شفتي واحد الانديكاتور وتاخذ الدخول ديالك. الانديكاتور غير كنزيدوه ككونفيرماسيون زايده، ماشي ضروري تحطو في الشرط. شنو غندير؟ غنمسح هادشي على الطريقه. وهنا كيف لاحظتوا الثمن شنو دار؟ قاس ليا اول حاجه قاس ليا الويك ديال الدايلي اللي هي هذه، ثاني حاجه قاس الاوردر بلوك، ثالث حاجه قاس الريجكشن بلوك ديال الدايلي. كاين في المنطقه ديال الكونفلوينس ومنطقه اللي كاين فيها يونيكورن، منطقه اللي مهمه بزاف. وهنا شنو عطاني فريو فالي كاب اللي هو هذا. هنا كاين فريو فالي كاب في هذه المنطقه بالضبط. هذه منطقه ديالي غتكون هي الكونفيرماسيون باش نقدر ناخذ الدخول ديالي. غنتسنى الثمن حتى يطلع، حتى يعمر الفريو فالي كاب كامل، هذيك الساعه ناخذ الدخول ديالي وانا مرتاح. نخليو الثمن يتحرك. هنا شنو دار الثمن؟ طلع لهاد المنطقه، عمر الفريو فالي كاب كامل وعاود قاس الاوردر بلوك ديالي ثاني مره. كاين غياخذ الدخول ديالو على حسب الفريو فالي كاب، غيقول باللي المنطقه ديالي هي هذه، الثمن وصل الفريو فالي كاب وغناخذ الدخول ديالي في هذه البلاصه. ستوب لوس هنا 16 بيب وتيك بروفيت ممكن تحطو هنا، ما سوقيش كلشي مزيان. ولكن شنو دار الثمن؟ ضرب ليك ستوب لوس. علاش ضرب ليك ستوب لوس؟ وهنا علاش كنهضروا على كونفلوينس. فريو فالي كاب بوحدو ماشي منطقه ديال الدخول. فريو فالي كاب انا كنحطو كمنطقه ديال الكونفيرماسيون. فريو فالي كاب انت يقدر يكون منطقه ديال الدخول الا كان في الوسط ديالو كاينه منطقه اللي كتبان مزيان، مثلا كاين واحد الميتيشن بلوك ولا كاين واحد البريكر ولا كاين واحد الاوردر بلوك في وسط هذاك الفريو فالي كاب. الا كاينين هاد المناطق كاملين شنو كيتسمى كاين عندنا يونيكورن وكيتسمى منطقه مهمه بزاف. ولكن في هذه الحاله حنا كناخذوا كمنطقه ديال الكونفيرماسيون. غادي تحط التريد ديالك في هاد المنطقه بالضبط، تسهل هاد الشمعة. ستوب لوس ديما فوق الويك، هنا مثلا 35 بيب 36 بيب. وغادي نقلبوا على الارباح ديالنا. تارجيت، هنا عندك التارجت الاولاني بلات كبرات هذه الطريقه. التارجت الاولاني ديالك ممكن يكون في هذا اللو ديال الويكلي مزيان، والتارجت الثاني ديالك والتارجت اللي منطقي اللي هو هذا. علاش؟ عندك 3 ار تقريبا 3.7. تقول لي بغيت تحطو في هذه المنطقه في هذا اللو هو مزيان 4 ار. ولكن في حاله بغيتي تحطو في اللو ديال 40 يوم ولا 60 يوم ممكن، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن ملي كندويو على تريدينغ وانت باغي تكون بروفيتابل ديما نقلبوا على 3 ار ولا 4 ار. التارجت ديالك غيكون في هذه المنطقه وغتكون انت مرتاح وغتكون ديتي تقريبا في هذه المنطقه. في حاله ضرب تيك بروفيت تقريبا راه غتكون ديتي تقريبا واحد 155 بيب، و 3 ار ولا 4 ار هي اللي تخليك تكون بروفيتابل. ملي بديتي تقلب على 8 ار 7 ار 9 ار 10 ار
غادي تولي تقنع بزاف وما عمرك ما غادي تكون بروفيتابل. دابا شنو غنديروا؟ غنكبروا هادشي على هاد الطريقه وغادي نديروا الفيبوناتشي ديالنا. قبل ما نكملوا غنمشيو للدايلي على هاد الطريقه وغادي نديروا واحد الحاجه اللي ما درتهاش. هذه الشمعه ديالاش ديال نهار 3 وهذه الشمعه ديالاش ديال نهار 2. غنشدوا الفيبوناتشي ديالنا ديالاش ديال اكستنشن اللي كيبين لنا الاتجاه. كنا نحطوه من لو ديال نهار 2 حتى لاش حتى الهاي ديال نهار 3. وشنو كيقول لنا؟ كيقول لنا باللي التارجت ديالنا ديال السيمانه ممكن يكون في هذه المناطق 1.68 ولا 2. هي في حاله انت باغي تسد السيمانه ديالك غتسدها في هذه المناطق، مثلا هنا ولا هنا، وغادي تمشي مرتاح. حنا غنخليوها في اللو ديال 40 يوم ولا في اللو ديال 60 يوم غير باش نشوفوا واش غيجيب لنا التارجت ولا ما يجيبوش. ولكن نصحك من الاحسن تحط الفيبوناتشي ديال اكستنشن باش يبين ليك التارجت ديالك. غادي نرجعوا الساعه ونخليو الثمن يتحرك ونشوفوا شنو غيدير، واش غيعطينا البروفيت ديالنا ولا ما يعطيناش. وهنا كيف لاحظتوا الثمن شنو دار؟ عطانا التارجت ديالنا، وصل تقريبا التارجت ديال اللو ديال 60 يوم اللي هو هذا. تقريبا تريد في حالات كتقلب على 9 ار اللي هي هذه، تقريبا راه كندوي على واحد 27 يوم غادي تجيب 333 بيب صفقه واحده. ولكن اللي منطقي ومنظم غيكون هو هذا تقريبا، وسديتي البروفيت ديالك في هذه المنطقه بالضبط، وقدرتي تجيب تقريبا 157 بيب في صفقه واحده. وفي مده غادي تكون تقريبا واحد السيمانه بحال هكاك، بديتيها نهار 2 وساليتي الصفقه ديالك في هذه المنطقه بالضبط 7 ايام قدرتي تجيب فيها 157 بيب. خلاصه ديال هذا السيستم كامل وان موف وان ديريكشن ما كيعطيكش كثره الصفقات، كيعطيك الوضوح، والوضوح هو اقوى حاجه يقدر يمتلك اي تريدر. إلا وصلتي حتى لهاد اللحظه راك دابا كتفهم باللي التداول ماشي السرعه ولكن ترتيب، صبر واختيار صحيح. الفرق ماشي في شحال من صفقه كدير، الفرق في اشنا هي الصفقه اللي انت كتختار. الا بغيتي تبني هذه العقليه خطوه بخطوه اشترك في القناه، خلي معك واحد اللايك، ودخل الكوميونيتي ديالنا في تيليجرام، غتلقى كل شيء في البايو وكل شيء فابور، ما خاصك تخلص والو كي قلت لك في البدايه ديال الفيديو. ونشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم. وما تنساش تريدينغ راه سيريوس ماشي كليك واحد.